بتطير بتطير زي العصافير. بص الفلوس بتطير زي العصافير ازاي. بص التجهيزات دي بسم الله ما شاء الله. لقيت القوطه البرنيكه ب 75 جنيه. جبت لي برنيكه وجبت لاختي برنيكه ما شاء الله الله اكبر. جبت بسله وجبت حاجات. بصوا مش عارفه. الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. مش هعرف اوريكم الحاجه الا لما اغسل الطماطم واكيسها وكده. وجبت سلق عشان انا مخزنه قلقاس. فجبت له السلق بقى. هحاول نفضل كده اليوم النهارده تخزينات تخزينات تخزينات. انا هلم الحاجه ديت على الارض كده. احطها على الارض واعمل المواعين وافضي الدنيا عشان اعمل الحاجه كده وانا رايحه. بقى جبت ايه؟ جبت كنافه وجبت جلاش عشان اعمل لهم حاجه حلوه كده. جبت بطاطس هفضيها. ما عنديش ليمون وما عنديش ليمون. وجبت جزر عشان جبت بسله هخزنها ادي كده. جبت ايه السلق دوت. جبت لام الخبيزه ديت عشان هي بتحبها تعملها لنا بكره. بعد ايه بانيه. وجبت كبد هشيلهم في الفريزر. اول حاجه بقى جهزتها. غسلت السلق واروح احطه في حله كده على النار. احطه في حله على النار ولحد ما ينزل ميته وينشف. وهحطه في ايه؟ في اكياس. هخليه في كيس واحد وهو في كيس واحد. وقت ما بعوز اطلع اخد الحبه اللي انا هعوزهم واحط السمنه واحط الثوم واحمره. ده كده بالنسبه لتاني حاجه. بقى ايه؟ انا غاسله البسله وقطع الجزر. ماشي. هجيب اكياس كده واقسم ايه دول 2 كيلو. هقسمهم على 4 اكياس. كل كيس نص كيلو عليهم طبعا الجزر. تقديريا كده انا هقسمهم كيس. وهنا بقى كنت قطعت الكزبره ورحت حطيتها في كيس واحد. طبعا لما اطلع كيس خبيزه هاخد منها عشان احط عليها. وطبعا انا غسلت الخبيزه وقطعتها. وكانت فيروز بتقول لكم اعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وعامله لكم قلب. ويا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك ودعمكم ليا. والله بنتعب جدا في الفيديوهات ديت. فيا ريت تقدرونا. هنا كنت بعمل بقى الكيس اللي انا هاخده لامي بكره اللي هو الجمعه عشان تعملهن. فحسيت ان هو كده قليل. رحت واخده ايه فاتحه كيس. ورحت واخده من الكيس اللي انا حسيت ان هو اكبر منهم هما التلاتة. هنا بقى كان السلق خلاص خلص. فبحطه في كيس. في كيس واحد. هو اخد منه على حسب ما انا الكميه اللي انا عايزاها وقت ما اطلع قلقاس او ايه خبيزه. تمام. هتلاقوني بقى مغيره كذا لبس عشان انا الفيديو ده اتعمل على كذا مرحله. طبعا الواحده مش بتبقى في اليوم مخلصه حاجه واحده. انا بخلص كذا حاجه ونزول وطلوع يعني. خلصت كده بقى الخضار وتفريز الخضار. نبدأ بقى في الطماطم. بدأت في طماطم اختي. هغسلها لها وهخزنها لها عندي عشان هي ما عندهاش مكان. وهي بقى عايزاها صحيحة كده زي ما هي ما شاء الله. حطيتها لها في 6 اكياس. هي خدت كيس وديت لها كيس. وفضل عندي 5 اكياس. بسم الله ما شاء الله. يا جماعة بالله عليكم لايكاتكم واشتراككم في القناة لاننا بنتعب جدا جدا. الفيديو ده اتقسم على كذا مرحلة. والله هتلاقوني مغيرة كذا لبس كذا يوم يعني. خلصت بقى برنيكة الطماطم بتاعت اختي وكيستها زي ما انتم شايفين هناك كده ورا الحلل.
وبصراحة خليت فيروز بقى ايه تناولني البرنيكة بتاعتي عشان اغسلها، كان ضهري خلاص والله اتقطم. تعبت جدا وما كنتش قادرة اقف على رجلي في اخر اليوم، ولا ظهري ولا كملت حتى البوتاجاز هتشوفه دلوقتي معايا. فياريت تدعموني وتحطوا لي لايك وتشجعوني كده. انا بقى بديهم غلوتين على النار كده وبشيلهم في الاكياس. طبعا انتي بتحطي الطماطم بتوطي عليها بتنزل المية، وبعدين بتعلي عليها تديها الغلوتين وبعدين تطفي وتكيسي في الاكياس. بعمل بقى كل كيس على قد الطبخة او قد المحشي. بوتاجاز اتدمر. ادي نتيجة تخزين الطماطم على النار، بس على مين هيتعمل. واخيرا خلصت دوت. كان تاني يوم تخزين الخضار والطماطم. هتلاقوا فيديو قبل ده نزل، كنت مخلصة فيه برضو الجزء منه كبير، لان انا كنت بخزن. كان يوم الجمعة وكانت الاكياس بتاعتي خلصت، فنزلت زياد لقيت الراجل قافل، فقلت انا ايه لما ارجع هكون جايبه اكياس واخزن. بس طبعا حطيت الطماطم ديت في التلاجة ما نسيبهاش بره، وخزنت بقى جزء زي ما قلت لكم للطبيخ وجزء كبير كده للايه للمحاشي. طبعا انا في الاخر ده يعني كنت مش قادره، ده كان فيديو امبارح، كنتش قادره اقف على رجلي ولا على بظهري. يلا عشان الرجاله اللي هي بتقول انتوا قاعدين بتعملوا ايه في البيت، بنوفر لك يا روح امك، بنوفر لكم وبنتعب وبنربي العيال. محدش يتكلم، انتوا بتتعبوا بره وجوه، فمحدش يتكلم بالله عليكم بقى. زي ما قلت لكم احنا بنتعب، والمونتاج وفيديو يتقص وفيديو فيه كلام وكده. بتوع اليوتيوب فاهمين يعني. فبالله عليكم دعمكم ليا وتقديركم ليا في الفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزلها. بعمل مجهود، بنعمل مجهود شاق والله. طبعا التخزين دوت كان مع الاكل وكده يعني. يلا باي باي. استنوا رايحين فين؟ نسيت اوريكم الخضار بعد ما خزنته وحطيته في الاكياس. وكنت جايبه قبلها كنت جايبه قبلها بيوم القلقاس دوت، وكنت مقشراه وبغسله من بره بس، وبكيسه من غير غسيل تاني نهائي.